لن تصدق أين وضع ميسي اسم رونالدو بين أفضل اللاعبين في العالم. وكرة رائعة. عشاق قناة هل تعلم الرياضية في كل مكان، السلام عليكم. هل سألت نفسك يوما ترى ما الذي يفكر فيه ميسي عندما يرى رونالدو وهو يسجل عشرات الأهداف في الموسم الواحد؟ وهل يعتقد ميسي حقا أن رونالدو بنفس مستواه أم يعتقد بأنه أعلى منه؟ وهل يرى ميسي أن هناك لاعبا آخر في هذا العالم أعلى منه أم أنه يعتبر نفسه الأفضل على الإطلاق؟ حسنا، إذا أردت أن تعرف إجابة تلك الأسئلة فابقى معنا إذن لترى ميسي وهو يتحدث عن تلك المواضيع بكل صراحة. صدم ميسي مؤخرا جميع عشاق الساحرة المستديرة بعد هذا التصريح الناري الذي أدلى به خلال إحدى المقابلات التابعة لإحدى محطات الإذاعة الأرجنتينية تدعى كلاب 947. وقد أجاب ميسي كما هو معتاد دائما على جميع الأسئلة التي وجهت إليه بكل شفافية وصراحة دون أي ضغط. لكن من الأسئلة التي أثارت الجدل كان الآتي: من هو اللاعب الأفضل في العالم؟ بالطبع لم يحسب نفسه ضمن القائمة، لكن إجابة ليون كانت صادمة للغاية، حتى أن المذيعين بدوا لو أنهم قد أصيبوا بذبحة قلبية عند سماع إجابته. هل تود سماعها أيضا؟ شاهد إذن ترجمة ما قاله ميسي خلال تلك المقابلة. من هو أفضل لاعب في العالم بخلاف ميسي؟ لا داعي لأن تضع نفسك بتلك القائمة. من هو الأفضل إذن؟ في الواقع من الصعب في يومنا هذا اختيار اللاعب الأفضل، فهناك الكثير من اللاعبين المحترفين وعلى رأسهم نيمار ومبابي وهازارد وكون وسواريز. أعتقد أنني نسيت أحدهم، لكن على كل حال أحد هؤلاء اللاعبين الذين ذكرتهم قد يصبح يوما ما الأفضل في العالم. عندما ذكرت بأنك تعتقد أنك نسيت أحدهم، هل كنت تقصد كريستيانو رونالدو؟ في الواقع أخرجت رونالدو من تلك القائمة ووضعته بجانبي. فهل تعتقدون أنه نسي بالفعل ذكر رونالدو؟ وهل تعمد عدم ذكر لوكا مودريتش أم أنه نسيه أيضا؟ الأمر الجيد في الأمر هو أن ميسي استطاع أن ينقذ نفسه في الوقت المناسب بعد أن ذكر بأن رونالدو يشبهه في نفس المستوى والمركز، وأنهما أفضل من جميع هؤلاء اللاعبين. في الواقع ميسي محق تماما، لأنه لا يوجد أحد حتى الآن من هؤلاء اللاعبين استطاع أن يحقق نصف ما حققه هذين الأسطوريين خلال مسيرتهما الكروية. ووفقا لما صرح به ميسي، فإن واحدا من بين هؤلاء اللاعبين سواء نيمار أو مبابي أو هازارد أو سواريز أو كون سيصبح يوما ما الأفضل في العالم، ولكن هذا بالطبع في حالة اعتزال ميسي وكريستيانو. والآن وبنهاية الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو. وأنت هل تعتقد بالفعل أن ميسي قد نسي بالبداية ذكر رونالدو أم أنه كان متعمدا؟ إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا هل تعلم الرياضية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قنوات هل تعلم.